زمان قوي لما حضرتك اتحصلت على جهاز الاتصالات من الموساد، وصلت الأراضي المصرية، بعت لهم رسالة من المخابرات المصرية للموساد شكرا. ساعتها 6 ضباط إسرائيليين اللي كانوا مسؤولين عن تدريب حضرتك انتحروا. مرت السنين والأيام، وبعد أكتر من 30 سنة لما حضرتك تسمع إن 6 جنود وضباط مصريين يموتوا على الحدود بلا مبرر، هل لو جينا نبص للمعنيين دول أو للحدثين دول، هل فيها دلالة على وضع مصر اتطور ازاي في العلاقة مع إسرائيل؟ نظرة حضرتك ايه في الأوضاع ما بين عصرين حضرتك عشتوها؟ والله أنا آسف أقول للعصر الماضي اللي هو ساب الشوكة موجودة في ظهر الشعب المصري. بمعنى كما قرأنا بالنسبة لحسني مبارك والاتفاقات اللي كانت مع إسرائيل وأمريكا بالنسبة للغاز وبالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة لحاجات كتيرة، ده الكلام ده أنا بسمعه زي حضرتك النهاردة في وسائل الإعلام. طب أنا لو رجعت لحضرتك لسنة 78 حضرتك سبت الجاسوسية، ده مظبوط؟ نفس السنة اتعملت كامب ديفيد وبعدها بسنة معاهدة السلام. هل ساعتها لأن احنا خلاص ما بقيناش محتاجين للجواسيس لأننا في سلام مع إسرائيل؟ الجاسوسية مطلوبة مهما كانت قوة التكنولوجيا اللي الحديثة اللي موجودة سواء النهاردة أو مستقبلا. إيه رأي حضرتك في اتفاقية كامب ديفيد؟ أنا كمصري بشجبها. بتشجبها من وقتها، من ساعة ما من وقتها أنا بشجبها طبعا، وأعلنتها مرارا وتكرارا في جميع وسائل الإعلام. إيه السبب بقى؟ السبب إن هؤلاء الناس يعني على سبيل المثال يوم ما مات الرئيس العظيم الزعيم جمال عبد الناصر أنا كنت موجود في أمستردام مع رجال الموساد الإسرائيلي. الفرحة كانت غامرة عليهم وقالوا لي كده: يا سلام لو مصر وإسرائيل، مصر بقوتها البشرية وفنياتها وإسرائيل بقوتها المادية وعلاقاتها العالمية ويتحدوا، هنخلي بهذا اللفظ الشرق الأوسط ده جنة. كتير اختلفوا مع الرئيس الراحل السادات في موضوع كامب ديفيد. ايه أسباب الاختلاف؟ والله إسرائيل كان يهمها يحصل اتفاق كامب ديفيد أو أي اتفاق مع أي دولة عربية. المصلحة مصلحتها ده واحد. 2 يعني كان بيلعب دور في هذا الوقت كيسنجر، وده أصلا ديانته يهودي ووزير خارجية أمريكا في حين ذاك يعني. تمام. وقدر يقنع السادات، والسادات الله يرحمه برضو ما ننساش انه عايز يعني يرجع الارض، عايز يستقر الشعب شوية. يعني كانت الارض الباقية من سيناء استحالة كانت ترجع باي طرق غير باتفاقية تعيش معانا العمر كله؟ لا يعني مثلا برضو في 73 وبعد انتصارنا في حرب 73 انا شخصيا جات لي رسالة: احضر فورا الى البيت من اسرائيل. احضر فورا الى البيت من اسرائيل ما معناها تعالى. حضرتك عشت عهد كان فيه حروب وكانت جاسوسية وكان عدم استقرار، وعشت بعدها عهد ما بعد السلام. قراءتك للعصرين، شايف هل فعلا احنا كنا في العصر الافضل ام بالنسبه لحضرتك في عصر الحروب والجاسوسيه اللي حضرتك كنت فيها كانت افضل؟ والله العصر اللي يعني انا عايز اقول عصرنا احنا وعصر اجدادنا كمصريين. يعني عصري انا بالنسبه للسن وبالنسبه للي قبل مني. تمام. كان عندنا اراده، المصريين بالذات كنا بنحب بعض.
وكنا بنقدس مصر. لو خليت حضرتك تختار لي من 4 حاجات. اتفضل. احنا كنا رافعين راسنا، اللي خلينا نطاطي راسنا، هل كامب ديفيد؟ هل النظام اللي فات؟ هل كلاهما ام نحن ما زلنا مرفوعين الراس؟ والله اذا كان كامب ديفيد ولا النظام اللي فات، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. الاحداث اللي حصلت مؤخرا، مش هقول من 25 يناير، لكن الاحداث اللي حصلت من بعد مقتل الجنود والضباط المصريين على الحدود، ومن بعدها الاسقاط العلم الاسرائيلي من على السفاره وحرقه، وبعدين بنى الجدار ثم هدم الجدار، يعني كل الحاجات دي بتفسرها في ايه وتراها ايه؟ والله بكل صراحه بكل امانه، الطقوس الدوليه والاتفاقات الدوليه اللي قصاد العالم اجمع لازم نحترمها. تمام. يعني انا النهارده ما يطلعش واحد، لا مؤاخذه، انا او اخويا او اي حد، ويطلع عشان ينزل العلم الاسرائيلي من فوق السفاره. ده غلط. ده مش عمل بطولي. لا 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 لا، للاسف بيكرموه علنيا. حضرتك شايف برضو بتحليلك في الوقت اللي حضرتك عشت فيه كجاسوس ومصر وصلنا للنصر ساعتها، كنت شايف ان الاداره في مصر اختلفت عن الاداره حاليا؟ طبعا اختلفت كتير. السبب في ايه؟ يعني حرب 73، ما هو برضه في حاجات تحزن. حرب 73 يعني كان دايما بيقال في الميديا صاحب الضربة الجوية اللي قضت على إسرائيل حسني مبارك. هل حضرتك تتهم النظام اللي فات بالتواطؤ مع إسرائيل؟ والله أنا مش بتهم، إنما الواضح إعلاميا اللي بيتقال كده. اللي بيتقال كده، لذلك قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. لو تم إلغاء كامب ديفيد، رأي حضرتك ايه؟ والله لو تم إلغاء هيبقى في حرب. لازم يكون في حرب لو طبعا تم إلغائها؟ طبعا هيبقى في حرب بيننا وبين العدو الغاشم، والعدو الغاشم عليه ربنا. الفرق بين ظروفنا الحالية وظروفنا قبل 73 من كله بقى، الأوضاع اللي خلتنا نحارب، الأوضاع الاقتصادية، التكنولوجيا اللي عندنا، والفروق ما بيننا وبين إسرائيل وقتها وما بيننا وبين إسرائيل دلوقتي بقت في جاب كبيرة جدا. طبعا اختلفت كتير عن 73. طبعا مفيش مقارنة تقريبا. يعني نبقى خسرانين لو دخلنا حرب مع إسرائيل. ما نحسبها، اصل الحرب النهارده ما بقتش بالعدد، النهارده التكنولوجيا الحديثه والامكانيات. ما واحد عنده وقت طياره 73 كانت امكانياتنا قريبه من امكانياتهم؟ لا 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 ابدا. امال ايه؟ كنا رجاله، لكن الامكانيات ما كانتش قريبه. ما كانتش قريبه، انما كنا رجاله. كنا رجاله بمعنى كلمه رجاله. عيب قوي اللي بيحصل دوت، انا حزين على اللي بيحصل دوت، بكل امانه انا حزين على اللي بيحصل دوت. استاذ احمد الهوان، انا في اخر لقائي مع حضرتك مش هقول لك غير هون على نفسك وربنا يهون عليك. ربنا يكرمكم.